أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعم الفيديو بإعجاب، ولكم جزيل الشكر. أهلا بكم يا أصدقاء في قناة رزق الإلكترونيات. النهاردة إن شاء الله معانا مفتاح مروحة فريش. تمام. لو أنا عندي أطراف المفتاح اللي أنا بوصلها مقطوعة معايا، يعني عندي الطرف اهو ده واصل معايا والطرف التاني مقطوعه، ففي الحالة دي الموضوع سهل ليه؟ لأن الطرف ده خارج منه سلك والطرف ده مش متوصل له أي سلوك، وفي نفس الوقت باين إن هو في قصدير يعني مكان السلك التاني. طيب لو كان العكس بقى، يعني لو كان السلك اللي خارج من هنا والسلك المقطوع هو ده طبعا متوصل معاه سلك تاني اهو اللي هو الاسود ده، فانا هعرف اوصل السلك التاني في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده. هنعرف ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. اول حاجة هجيب كابل السيريا. اشتغل طبعا على السيريا اهي. هوصل طرف من اطراف السيريا بالطرف اللي هو مش متوصل في اسلاك ده. تمام، وهنشوف مع بعض. وصلت كده يا اصدقاء طرف من اطراف السيريا على الطرف ده اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنلمس كده عشان نشوف السيريا شغالة معانا. اوصل فيشة السيريا الاول. ادي الفيشة بتاع السيريا. هنوصل كده السيريا شغالة معانا. هعرف بقى انا هوصل في اي طرف ازاي. طبعا لو لمست كده دلوقتي على الاطراف مفيش حاجة هتشتغل معايا. طيب اعمل ايه؟ اول حاجة هنيجي مشغلين المفتاح ده على 0، هنخليه على 1. تمام كده على 1 اهو. وهبدأ اوصل اهو. هوصل على الاطراف. الطرف اللي هيدي معايا قياس، مش هيدي معايا بقى اللمبة تقيد على الاخر، يعني هيدي معايا قياس، هيبقى هو ده الطرف. هنوصل كده اللمبة قايدة على الاخر، لأ. تمام، قايدة على الاخر. الطرف ده اللمبة عاملة ايه؟ عطياني قياس اهي. تمام. طيب هنبدأ نجيب على رقم 2 كده، على رقم 2، وهنبدأ نقيس. أيدي على الآخر، أيدي على الآخر، أيدي على الآخر. الطرف ده عطيني قياس برضو. طيب 3 هنقيس برضو كده. ده عطيني قياس برضو واللمبة بتزيد معايا. 4 كده، على 4. تمام. ده عطيني قياس بس شديدة شوية، عشان كده احنا بنعلي السرعة. 5 هنقيس كده. اللمبة قادت على الآخر. يبقى إذا ده الطرف اللي بيدي معايا قياس في كل الدرجات. لما بحول من المؤشر ده، أول ما بحول من المؤشر ده بيدي معايا قياس مع كل الدرجات من المؤشر. يبقى هو ده الطرف اللي أنا هوصل فيه. يبقى دي كده في الحالة التانية اللي احنا قلنا عليها، لو كان السلك ده هو اللي مقطوع مش ده. لكن في الحالة اللي احنا فيها حاليا السلك خارج معايا اهو، يبقى دي سهلة. فانا هطلع سلك من هنا والمفتاح يشتغل معايا. بعد ما طلعت طرف السلك اهوت يا اصدقاء، كده الطرفين معايا اهم. هنبدأ بقى كده زي ما انا عامل كده، هنوصل الطرفين على السيريا زي ما هوصله كده عشان نشوف المفتاح شغال معانا ولا لأ. كده زي ما حضراتكم شايفين، ادي السيريا اهي، وادي كده على 0. هبدأ اجيب على 1 كده، وهنبص على السيريا ادت شوية، على 2 زادت شوية، على 3 زادت شوية، على 4 زادت شوية، على 5 زادت، على 0 قفلت. يبقى المفتاح كده سليم وشغال معانا 100. بس كده. دي كده كانت طريقة ازاي احدد الطرف المقطوع في مفتاح مروحة فريش.
أرجو أكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.